السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبنبدأ مع بعض الحلقة الأولى من الحكاية الثالثة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، بعنوان انت وحدك. وبتبتدي الحلقة وسارة مامتها بتصحيها وبتقول لها يلا اصحي عشان نفطر سوا قبل ما اروح الشغل. فبتقول لها سارة مش هقدر انا تعبانة. فبتقول لها مامتها براحتك، انا كنت عاملة الفول ابو خلطة اللي بتحبيه. قالت لها سارة لا، مادام الفول ابو خلطة يبقى لازم اقوم. وبيقوموا عشان يفطروا. مامتها بتقول لها انا احسن واحده بتعمل فول بالخلطه. فبتقول لها ساره وبابا الله يرحمه كمان. قالت لها بابا ايه ده، انا اللي معلماه. فبتقول لها مامتها اللي بتشتغل مديرة مشتريات في المستشفى، انا يمكن اشتغل شيفت تاني بالليل، فممكن تعدي عليا تاخديني علشان انا عارفه اني هخلص اليوم وانا هلكانه. فبتقول لها حاضر، انا هقوم بقى علشان لازم الحق. وبتروح ساره على شغلها وبتلاقي زميلتها نوها متعفرطة وبتسألها مالك. قالت لها مش لاقية فايل كراسة الشروط بتاعة الإسكان. قالت لها سارة طب دوري بالراحة ما توتريش نفسك. قالت لها الخبر ده لازم ينزل بكرة الصبح. وبيدوروا هما الاتنين عليه. فبتقول لها نهى انا نفسي اعرف واحده زي القمر زيك ايه اللي يخليها تصحى الساعه 8 الصبح وتسوق عربيتها وتيجي عشان تشوف الخلق دي، علشان في الاخر مرتب بتصرفه في خروجه واحده. وبيدخل عليهم واحد زميلهم اسمه سليم. فبتقول له نهى ساره مش لاقيه كراسه الشروط بتاعه الاسكان. فبيقول لها انا عندي نسخه تانية. وبعدها ساره بتقول لنهى انت ايه اللي بتقوليه دوت، ايه اللي خلاكي تقولي ان انا اللي عايزه الكراسه؟ قالت لها نهى علشان لو قلت له انها ليا مش هيهتم، انما انت عارفه انت بالنسبه له ايه. وبتقول لها نفسي اعرف ازاي ترفضي واحد زي سليم ده نائب رئيس التحرير. قالت لها ساره الله الغني انا اغلط واترفض ولا اني مبقاش مع واحد زي سليم. وبالليل بنشوف ساره في البيت وبتكتب لنفسها على الواتس الحاجات المهمه علشان تفكر نفسها بيها. وفجاه بتحصل حاجه غريبه، وبتلاقي حد بيكتب لها وبيبعت لها من اسمها هي سارة سليم وبيقول لها العربية. فبتستغرب سارة وبتقلق، وبتلاقي تليفون بيرن برضه من اسمها هي. فبترد فبتلاقيها مامتها وبتقول لها انت مش جاية تاخديني ولا ايه؟ قالت لها سارة انا جاية دلوقتي حالا. وبتنزل سارة وهي قلقانة من الرسالة الغريبة اللي جات لها، وبتفضل تلف حوالين العربية مش بتلاقي حاجة. وبتركب العربية فمش بتدور معاها. فبتنزل وبتكلم نهى وبتقول لها على الرسالة اللي جات لها. فبتستغرب نهى وبتقفل معاها سارة وبتكلم مامتها وبتقول لها إن العربية عطلانة وإنها مش هتقدر تيجي تاخدها وإنها هتطلب لها أوبر عشان يجي ياخدها. وبنروح لسليم وحد بيسأله على والدته بيقول له أخبارها إيه دلوقتي. فبيقول له سليم إنها تعبانة جدا وحالتها بتسوء قوي وإنه لسه نازل من عندها دلوقتي وإنه كل ما بيشوفها بيحس إنها خلاص. قال له ادعي لها ربنا يشفيها وإن مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. وبنرجع لسارة اللي بتوصل مامتها وبتحكي لها اللي حصل وبتقول لها إن في حاجة غريبة حصلت ومش لاقيه لها تفسير. انت عارفة إني ببعت لنفسي على الواتس الحاجات المهمة علشان أفكر نفسي بيها. وفجأة لقيت رقمي بيكتب لي كلمة العربية، وبعدين لقيت رقمي برضه بيرن عليا. والأغرب إني لما نزلت لقيت العربية عطلانة. فبتستغرب أمها من كلامها فبتوريها الرسالة اللي جات لها. فبتتفاجئ إن كلمة العربية اختفت من على الواتس. فبتتوتر سارة وبتستغرب. وهنا أمها بتقول لها انت عارفة انت بقالك قد ايه ما نمتيش؟ انت من ساعة ما مسكت شغل الاونلاين وانت سهر وشغل وتفكير، فطبيعي ان اعصابك تتعب ويحصل لك كده. قالت لها سارة يعني معقول اكون بتخيل كل ده؟ قالت لها مامتها طبيعي، التعب والإرهاق يخلوا الإنسان يجيله تخيلات ويبقى لازم يرتاح. وبعدين مش انت نفسك اللي قلتي إن بطارية العربية عايزة تتغير؟ قالت لها سارة أيوة. قالت لها طيب أهو، يبقى انت أكيد تعبانة وعايزة ترتاحي. أنا من رأيي تاخدي أجازة من الشغل وتريحي نفسك شوية. قالت لها خلاص هتاخدي أجازة. قالت لها سارة مش هعرف. فبتحضنها أمها وبتسيبها. وبيجي لها تليفون من سليم انه واقف مستنيها وانه جاب لها بطارية جديدة. وبتسأله مين اللي قالك؟ قال لها نهى. فبتنزل سارة والميكانيكي راكب لها البطارية وبيجرب سليم العربية وبيلاقيها شغالة وبيحاسب الميكانيكي. فبتتضايق سارة بتقول له انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال لها عادي، انا شفت في مشكلة قلت اقف جنبك واساعدك. فبتتضايق سارة وبتسيبه وبتطلع. وتاني يوم سارة بتحكي لنهى ايه اللي حصل. فبتقول لها نهى يمكن كلام مامتك صح وانك مرهقة ومحتاجة ترتاحي شوية.
قالت لها سارة بس ازاي يجيلي رسالة على الواتس بتاعي من رقمي انا وبعدها تختفي؟ انا لحد دلوقتي مستغربة جدا. وبتلاقي سليم اللي بيحاول يقرب لها بأي شكل وبيقول لها انا جايب لك عصير البرتقال اللي انت بتحبيه. قالت له انا بشرب شاي، وبتاخد نوع هي البرتقال وبيقول لها طيب لو تعبانة في الشغل او في ضغط عليكي انا ممكن اساعدك. قالت له انا لا تعبانة ولا مضغوطة، انا اي حاجة بحتاجها بطلبها من نوع. قال لها على العموم لو احتجتي حاجة أنا موجود، وبيسيبها وبيمشي. وبتنزل سارة أرشيف تدور على كتاب وفجأة بيجي لها رسالة برضه من اسمها هي ومكتوب فيها ضلمة. وبنلاقي النور اتطفى فبتخاف سارة وبتسمع صوت حد دخل عليها وبتفضل تقول مين هنا، وبتطلع تجري وهي بتجري بتتخبط في دماغها وبتتعور. وهنا بتروح لمتخصص الكاميرات علشان تراجع معاه الكاميرات وتشوف مين اللي دخل عليها الارشيف. فبيقول لها انت دخلتي الارشيف الساعة 2 و16 دقيقة، ومن اول دخولك لحد ما الكهرباء قطعت الساعة 2 و22 دقيقة مفيش حد دخل او خرج. وهنا الكاميرات فصلت. قالت له سارة بس أنا متأكدة إن الباب اتفتح وفي حد دخل وسمعت صوت رجلين. وبتتجنن سارة بتقول لنهى أنا متأكدة من اللي بقوله، أنا فعلا جاتلي رسالة من رقمي مكتوب كلمة ضلمة، أنا مش مجنونة. وهنا نهى بتقول لها أنا مش مكدباكي، بس أنا شايفة إنك تروحي لحد متخصص تتكلمي معاه. أحيانا الإنسان من الوحدة وكتر الضغط بيتخيل حاجات. وبتروح سارة ومامتها بتقول لها لسه الجرح وجعك؟ قالت لها سارة لا بقيت أحسن. فبتقول لها مامتها هو أنت لما جاتلك الرسالة كنت لوحدك؟ قالت لها أيوة كنت لوحدي وشفت حد كان بيجري قدامي بس كانت الدنيا ضلمة وما شفتش مين. وقالت لها مامتها طيب ليه ما جريتيش بره الأرشيف على طول؟ قالت لها سارة علشان كنت عايز أعرف مين ده اللي ملخبط لي حياتي وعايز مني إيه. قالت لها مامتها طب والكاميرات؟ قالت لها الكاميرات فصلت وما قدرتش تثبت حاجة. قالت لها طيب ما بتفكريش تروحي للدكتور زي ما قالت لك نهى؟ قالت لها انت كمان مش مصدقاني. قالت لها مامتها مش قصدي، كل الموضوع اني حاسه انك شايله حمل تقيل وعايزه اللي يساعدك. قالت لها ساره انا مش مرتاحه للفكره ومش عايزاكي تتكلمي معايا تاني في الموضوع ده. قالت لها مامتها طيب انا اسفه، انا مش قصدي ازعلك، انا خايفه عليكي. وبتاخدها في حضنها. وبتروح تاني يوم الشغل وبتقابل واحد عند الاسانسير، وبعد ما ركبوا قال لها انا نسيت حاجه مهمه، وبيخرج وبيسيبها تطلع هي. فجأة نور الأسانسير بيقطع وبيجي لها رسالة من رقمها برضه مكتوب فيها كلمة أسانسير. وبيفضل الأسانسير طالع نازل وهي بتصرخ وبتقول الحقوني حد سامعني افتحوا الباب. وبتنتهي الحلقة على كده. وفي النهاية أتمنى تكون الحلقة نالت رضاكم، استنى رأيكم في التعليقات وأتمنى تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسونيش بلايك وشير. سلام.